اقولك ازاي هنبدأ مع بعض اول غرزة هنحطها على الابرة. هنجيبنا الخيط بتاعنا وهنبتدي نفتح الخيط كده البكرة، بس مش هنقي الخيط لما اجي افتحه ما اشتغلش من هنا من بره السايبة دي، لا هاخد اللي هي في وسط البكرة. ليه؟ هقولك ليه كمان شوية. ما نلاقيها كده ندور كده مكانها تاني، لكن هاخد اللي هي بتبقى في النص من هنا كده. شايفة ازاي بتبقى هنا كده، هنا او الناحية التانية هدور عليها اللي هي بتبقى في النص هنا او هنا، وهشد كده هتطلع معايا على طول. افضل ابص كده ادور، ايوه اهي الخيط بتاعي اهو. ليه بعمل كده؟ لان انا لما هاجي اشتغل التريكو بعد كده في الشغل هيبقى الاسهل انها تتاخد من النص من هنا، الخيط انه يطلع من هنا من النص من هنا اهو. ده هيبقى اسهل من انها تقعد تلف من بره الخيط، بيبقى اسهل في الشغل وانضف ويعني بيبقى حاجات كتير جدا. طيب تعالي نشوف بقى كده، دي طريقة من الطرق، في كذا طريقة. هنتعلم الأول النهاردة أول طريقة اللي هي باخد الخيط كده اهو، الطرف اهو باخده كده وامسكه بالصباعين دول كده، والصباع التاني ألف حواليه كده والف تاني لفة كده، فبقى عندي ايه كده. تمام اهو، شايفين اهي كده خلاص. واروح ضمر الاتنين دول على بعض كده خلاص، بس بدل ما هاجي كده في الطرطفة دي كده هاجي كده اكس، هعملها كده اكس. تمام، وامسك كده اثبتها عشان اعرف اعدي الخيط اللي هو دي اللي هي دي، هدخلها كده واقوم واخداها مدخله هنا صباعي كده في النص من هنا، واقوم واخده كده كده. تمام، وهفك ايديا خالص، والناحيه اللي هي ما فيهاش حاجه اقوم شدها كده اهي. اتعملت عندي اول عقده على ايديا، ودي البدايه اللي انا هحطها على الابره. لما اشدها من هنا تتشد معايا كده، لما اشد من هنا يتشد معايا كده. تاني تعال نشوفها تاني اهي كده كده، والف كده والف كده خلاص. بس بدل ما اجيبها جنبها هجيبها عليها وراها كده خلاص. وبعدين واخده من هنا كده واعمل كده، اخدها في النص من النص من هنا اهي، واطلع ايديا واقوم واخده دي اشدها كده، فبقت عندي اول غرزه. جربيها وقوليلي هل الطريقه دي سهله ولا اعلمك الطرق التانية، قوليلي في الكومنتات.